العميد والزعيم يجتمعوا في أقوى كلاسيكو عربي في الفترة الأخيرة، بيجمع ما بين الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي، أقوى سادس دوري على مستوى العالم، شئنا أم أبينا، اتفقنا أم اختلفنا. دوري روشن هو الدوري السادس بعد الخمس دوريات الكبرى، سواء قيمة فنية، سواء قيمة تسويقية، سواء أسماء نجوم وعناصر موجودين في أرض الملعب يا صديقي. فأنا أوعدك بكلاسيكو قوي وممتع ومبهج ومثير للأعصاب لآخر دقيقة في عمر المباراة. تعالوا ننطلق في الحديث عن أقوى كلاسيكو في المنطقة العربية والآسيوية. أجمع ما بين الاتحاد صاحب العلامة الكاملة في 3 مباريات في الدوري حصل على 9 نقاط، وكذلك الهلال في 3 مباريات حصل على 9 نقاط. المنافسة من بداية الدوري ساخنة جدا ما بين كل الفرق، وعشان كذا الكلاسيكو ده بيأتي في الفترة الأفضل بالنسبة للفريقين، سواء كان الاتحاد أو الهلال، من حيث جاهزية النجوم والعناصر والأسماء. يعتبر ما فيش أي غيابات عند الفريقين بالقوة الكاملة والضاربة والمخيفة جدا، سواء كان بقيادة كريم بنزيما الاتحاد أو حتى الهلال بقيادة متروفيتش القطار البشري اللي قاعد يضرب وبكل قوة. الاتحاد العائد من انتصار قوي جدا وانتصار عريق وتاريخي على الوحدة التاريخي، اللي انتهت المباراة بسباعية قوية جدا وعنيفة. أما الهلال اللي قاعد يضرب وبكل قوة، سواء على المستوى المحلي أو على حتى المستوى الآسيوي، واللي دك الريان بثلاثية قوية جدا ليثبت هيمنته سواء كان محليا أو آسيويا. الهلال قاعد يضرب وبكل قوة. لأجل ذلك يا صديقي هو الكلاسيكو الأقوى والأفضل والأكثر جاهزية بالنسبة للفريقين. الاتحاد اللي قدر يرجع للمنافسة وبقوة بسبب الصفقات الأخيرة اللي أجراها على مستوى خط الهجوم. أما الهلال واللي ثبت دعائمه وقوائمه بلاعب زي كانسيلو بديل سعود عبد الحميد، اللي بيقدم إضافة دفاعية وإضافة هجومية ولاعب ممتع على كل الخطوط. تعالوا نتكلم في كل التفاصيل، ولكن صلي على النبي واضغط لايك واشترك بالقناة. ليتس جو. الخطة والأسماء والعناصر للفريقين. تعالوا نبدأ بالعميد نادي الاتحاد، واللي راح نتكلم فيه في حراسة المرمى عن رايكوفيتش، حارس المرمى اللي تعاقد معاه الاتحاد في هذا الميركاتو، واللي قاعد يقدم مستوى جيد إلى حد كبير على مستوى قلوب الدفاع. قادم نادي الاتحاد الجديد ولاعبهم الجديد لاعب البي اس جي بيريرا، يأتي بجواره أفضل أن يكون عبد الإله العمري. عبد الإله العمري تم إعارته من نادي النصر إلى نادي الاتحاد في نهاية الميركاتو في هذا الموسم. عبد الله العمري لاعب جيد، لاعب دولي، قادر يقدم مستوى كبير. سعد الموسى قاعد يقدم مستوى جيد مع الاتحاد، ولكن هذه المباراة محتاج أن أنا أبدأ بكل قوة وبكل عنفوان، والعمري يمتلك الجرينتا. على مستوى الأظهرة مهند الشنقيطي، واللي قاعد يقدم موسم هو من أفضل انطلاقاته وبداياته في الدوري السعودي. على مستوى الظهير الأيسر حسن كادش، واللي عائد وبكل قوة ومنتشي بعد الأداء الكبير اللي قدمه مع المنتخب وهدم سور الصين العظيم. تعالوا ننتقل إلى وسط الميدان، واللي بقيادة النحلة نقولو كانتي يا صديقي ما شاء الله منذ حضوره إلى نادي الاتحاد وقاعد يقدم مستوى كبير. يأتي بجواره كشريك في وسط الميدان اللاعب فابينهو لاعب ليفربول، واللي قاعد يقدم مستوى جيد وكبير ليشارك هذه الثنائية القوية جدا. اللاعب فعلا اللي أنا لسه منتظر منه الشيء الكثير، ابتدى يكشر عن أنيابه، ابتدى يظهر نفسه بشكل مختلف، ابتدى يقدم نفسه بطريقة هجومية مختلفة في المباراة الأخيرة واللي قبلها. اللاعب حسام عوار يأتي جناحين طائرين يمتلكهم نادي الاتحاد مميزين، اللاعب موسى ديابي ومعه اللاعب برغوين، وتقدم الجميع اللاعب كريم بنزيما. تعالوا نتكلم عن خطة الزعيم نادي الهلال، واللي بتبدأ بالمتألق دائما في حراسة المرمى ياسين بونو. على مستوى قلوب الدفاع أكيد كولوبالي لا غنى عنه في هذه الخطة كلاعب متمرس وقوي ودولي وقاعد يقدم مستوى جبار. لو راح نتكلم عن شريكه الآخر فأنت قاعد تتكلم عن خيارين، حسان تنبكتي وعلي البليهي. الهلال في كل المباريات المحلية الموجودة في الدوري لعب بعلي البليهي، ولما أتى ليصطدم بالريان استبدل علي البليهي بتنبكتي. هل المدرب يرى أن تنبكتي أفضل وأقوى على مستوى الاحتكاك من الناحية الهجومية، عشان كده لعب بتنبكتي عشان يقدر يسد أو يعمل بلوكات أمام الضغط الهجومي القوي، ولا انه شايف علي البليهي عنده القدرة او عنده الافضلية في عملية تخريج الكرة بطريقة افضل؟ فانا ارى في هذه المباراة انه ممكن المدرب جيسوس يبدأ معنا بعلي البليهي. على مستوى الاظهرة اكيد وبدون اي نقاش المتألق والجميل والمبدع والمخيف والقوي كانسيلو كظهير ايمن، والظهير الايسر اللي الى الان غير مرضي عنه بنسبة كبيرة من جماهير الهلال اللاعب لودي الى الان مع الهلال قاعد يقدم مستوى مقبول، مش هو المستوى السوبر المبدع ولا هو المستوى القوي جدا المخيف زي كانسيلو، ولكن لاعب قاعد يلعب بطريقة كلاسيكية في هذا المكان. تعالوا ننتقل إلى وسط الميدان، ومن هنا راح يبدأ في كلام مختلف إلى حد ما بسبب إصابة نيفيز. هل نيفيز جاهز للكلاسيكو؟ هل نيفيز راح يحضر الكلاسيكو ولا ما راح يحضر الكلاسيكو؟ جاهزية
نيفيز لهذا الكلاسيكو فعلا بتفرق وبكل قوه، راح نتكلم عنها في نقاط القوه والضعف. خلينا نتكلم ان اللاعب ممكن يكون جاهز ويتم اعداده بطريقه جيده. نيفيز وسافيتش معناه اني ما راح العب باللاعب ليوناردو، اللاعب اللي لا يجوز انه يلعب في ظل وجود كامل المحترفين، فمن هنا ممكن يكون موجود معاهم عبد الله الحمدان في هذا المكان ليلعب تحت اللاعب متروفيتش ويتبادل معه الادوار. تعالوا ننتقل الى الاجنحه الطائره، المميز والمبدع والجميل والمهاري واخطر لاعب موجود يمكن في تشكيله الهلال اللاعب مالكم، لياتي بجواره القائد او من الجناح الاخر اللاعب سالم الدوسري، وتقدم جميع القطار متروفيتش، واللي في المباراة الأخيرة راح نتكلم عن بعض المشكلات اللي كانت موجودة عنه. انتهينا من الخطة، تعالوا نتكلم عن المدرب يا صديقي. المدرب انا قاعد اتكلم عن مدرستين مختلفتين، مدرسة المدرب لوران بلان ومدرسة المدرب خيسوس الناجحة مليار% مع الهلال. اما لو راح نرجع الى لوران بلان المدرب الفرنسي مع نادي الاتحاد، واللي الى الان قدم مع الاتحاد 3 مباريات في الدوري اكتسبها الاتحاد واكتسحها الاتحاد، وعلى الاخص المدرسة او على الاخص المباراة الاخيرة اللي قدم فيها لوران بلان مدرسة مختلفة جدا هجومية لم نراها في اول مباريتين، ولم نرى هذا الضغط الكبير جدا وهذه الكثافة الكبيرة جدا في عملية الضغط من خلال الأجنحة وعمق الملعب. أما لو راح ننتقل إلى خيسوس والمتميز جدا والمبدع وأكثر مدرب يمتعك من بعد جوارديولا المدرب جيسوس في عملية الضغط العالي والاستحواذ، الضغط العالي ثم الضغط العالي ثم الضغط العالي. أكبر ميزة يمتلكها جيسوس مع نادي الهلال، مدمر في عملية الضغط العالي والاستحواذ القوي جدا، وأنه يجعلك 24 ساعة تحت ضغط كبير جدا يجبرك فيه على ارتكاب الأخطاء، يجبرك فيه على أنك تقع في مصيدة الهلال الهجومية وليس مصيدة الهلال الدفاعية أو التسلل. الهلال لا يجيد الدفاع، الهلال لا يعرف إلا الضغط والضغط العالي. أما لوران بلان واللي اكتشف بعض النقاط القوية جدا مع العميد نادي الاتحاد واللي قدر يستغلها وبكل قوة، وقدر يعمل عملية الربط الغريبة واللي كنا متوقعين انها راح تكون ما بين كريم بنزيما وديابي، حولها ما بين كريم بنزيما وتفاهم كبير جدا مع بريغوين، وجعل حسام عوار ينطلق ويذهب إلى منطقة أخرى جديدة علينا وبالكلية، وهي منطقة الزيادة والدخول الى منطقه العمليات في ال18 وعمليه تبادل الادوار ما بين حسام عوار وما بين موسى ديابي، اللي جعلت حسام عوار يكون موجود داخل الستة ويحرز هدف من صناعة موسى ديابي. اما لو راح نتكلم عن طريقة اللعب واللي تكلمنا عنها في بداية المقطع، انت بتلعب بطريقتين، الاتحاد اللي بيلعب في الاعتماد على الاجنحة السريعة والمهارية وعملية خلق الفرص اللي بتكون ثنائية ما بين كريم بنزيما وبريغوين او كريم بنزيما وموسى ديابي، وتحدث عنها كريم بنزيما واضحة جدا وقال انا افضل كل مباراة يلعب معاي فيها موسى ديابي، او ما بيحبش اي مباراة ما يكونش موجود فيها موسى ديابي. اما طريقة اللعب الاخرى الهلالية فهي اللي بتلعب على الاستحواذ والضغط العالي، زي ما هي ممتعة وقوية ومبهجة جدا انك تتفرج او تراها في المدرجات او خلف الشاشات في بعض نقاط القوة والضعف اللي راح نتكلم عنها في هذه الخطة. يلا بينا نروح الى نقاط القوة اللي بيمتلكها كل فريق ومن بعدها نقاط الضعف ونختم هذا المقطع. اما لو راح نتكلم عن نقاط القوه واللي بيمتلكها الاتحاد واللي اصبحت واضحه جدا في ال3 مباريات واللي حصل فيها على العلامه الكامله، الاتحاد الان واخيرا امتلك اجنحه قادره انها تقدم مستوى هجومي كبير. للي مش متابع الاتحاد واللي حضر معنا الكلاسيكو لاول مره، الاتحاد كان عنده مشكله كبيره جدا، كان بيلعب بدون اجنحه مهاجمه، الاعتماد على الهجوم من خلال العمق والعمق فقط، وكانت خطه الاتحاد مقروءه بالنسبه للجميع ولكل الفرق انك تقفل العمق امام الاتحاد. الاتحاد لا يمتلك حلول، الاتحاد لا يمتلك اجنحه قادره انها تفتح عرض الملعب، فعشان كده الاتحاد كان واقع في مشكله كبيره جدا. فمن اهم نقاط القوه اللي بيتميز بها الاتحاد في هذا الموسم وعلى غير العاده بالنسبه للموسمين السابقين الاجنحه المهاريه والسريعه واللي عندها القدره على امرين مهمين جدا. اولا الاستحواذ على الكره وامتلاك وقت كبير على الكره بسبب المهاره العاليه اللي بيمتلكها بريغوين على اليسار او حتى موسى ديابي على اليمين. الامر المهم والثاني انك قاعد تتكلم عن 2 اجنحه قادرين على عمليه الصناعه والتهديف في نفس التوقيت، مش هو الجناح اللي فقط كل مهمته الصناعه، على جناح جريء وجناح قادر انه يخترق ال18 ويقوم بعمليه التسجيل. اما راح ننطلق الى السلاح الهلالي القوي والقوي جدا اللي بيمتلكه في هذه المباراه او نقاط القوه اللي بيمتلكها الهلال. الهلال دائما مميز في عمليه الهجوم، والهلال دائما مميز في العناصر اللي قادره انها تقدم اداء هجومي كبير. متى يقع الهلال في بعض المشكلات؟ يقع الهلال في بعض المشكلات لو كان متاثر نقطه القوه اللي بيمتلكها الهلال وهو القائد والمقاتل والجنرال الموجود في وسط الميدان اللاعب سافيتش. يمكن كثير
كثير من الناس كانت متوقعة ان انا ما راح اتكلم عن نقاط القوة في الهلال. اي نعم الهلال قوي جدا هجوميا ويمتلك متروفيتش القاطرة البشرية، ولكن سافيتش ترمومتر الهلال والحساس اللي موجود في وسط الميدان واللي قادر يقدم اداء كبير ومقنع الى حد قوي جدا، مش بس في عملية قطع الكرات ولا بس في عملية المساندة الدفاعية ولا بس حتى في عملية الصناعة، ده في عملية التهديف في بعض المباريات اللي كانت مغلقة امام الجميع. فانت قاعد تتكلم عن لاعب جوكر موجود في قلب الميدان يقاتل وبكل قوة. تعالوا نتكلم عن نقاط الضعف اللي موجودة في الفريقين. نقاط الضعف اللي موجودة واللي حبدأ فيها بنادي الاتحاد. الاتحاد إلى الآن ما زال يعاني في منطقة الدفاع، حتى لو كان تم ترميم الفريق من خلال اللاعب بيريرا الحاضر من البي اس جي باريس سان جيرمان ومعاه عبد الإله العمري، ولكن إلى الآن أنا مش قادر أطمئن على مستوى دفاع الاتحاد من ناحية التفاهم الكبير اللي هل موجود ما بين اللاعبين ولا لا. هل المدرب لوران بلان قدر يخلق هذا التفاهم ولا لسه ما زالت هناك مشكلة موجودة قاعد يعاني منها دفاع نادي الاتحاد. في مشكلة أخرى بيعاني منها دفاع نادي الاتحاد، المساحة اللي بتكون خلف الأظهرة، وعلى الخصوص لو لعب اللاعب فواز الصقور. فواز الصقور لاعب ممتاز وسريع ولكن بيترك مساحات مخيفة جدا ومساحات مقلقة خلف الأظهرة. الأمر المهم والخطير ومن نقطة الضعف البارزة والواضحة جدا في نادي الاتحاد اللاعب فابينهو حضر إلى نادي الاتحاد بعد نجومية كاسحة كانت موجود في ليفربول، والمفروض أن أنا أشوفها مع الاتحاد. اللاعب منذ حضوره إلى نادي الاتحاد إصابة في إصابة في إصابة غيبت اللاعب ما قدمليش المستوى المقنع إلى الآن. فأنا إلى الآن منتظر مستوى مقنع من هذا اللاعب. فاللاعب قاعد ويظل ويبقى نقطة ضعف موجودة في الاتحاد، لأن نقولوا كانتي مش هيقدر يشيل وسط الميدان. اللاعب قادر يقدم أدوار هجومية ولكن عنده مشكلة في الأدوار الدفاعية. المفروض اللي يحلها اللاعب فابينهو. لا راح يعوض فابينهو عوض الناشري ولا حامد الغامدي ولا أي لاعب بسبب القيمة الفنية العالية اللي المفروض يمتلكها هذا اللاعب. أما لو راح نتكلم عن النقاط السلبية أو نقاط الضعف اللي موجودة في نادي الهلال، متى يسقط الهلال أو متى يستقبل الهلال الأهداف أو متى يعاني الهلال في كثير من المباريات. الهلال مش بيعاني لما بيلاعب فريق على فكرة دفاعي، لأن أغلب الفرق معروفة إنها بتدافع أمام الهلال، وأغلب الفرق لا تجرؤ إنها تفتح مساحات أمام الهلال، ومن هنا بيبدأ الدفاع. فتعود الهلال إنه يلاعب فرق بتركن الباص، ما عندوش أي مشكلة في الفرق اللي بتركن الباص، قادر إنه يجتذبها، قادر إنه يسوي عليها الضغط العالي ويمارس عليها الضغط العالي لآخر دقيقة من عمر المباراة. مشكلة الهلال في تقدم قلوب الدفاع بطريقة مبالغ فيها، وكنا نشوف علي البليه يصل إلى دائرة وسط الميدان، ده بسبب الضغط العالي اللي بيلعبه الهلال، فبيترك من خلفه مساحات شاسعة قادر انه يقتل فيها ويضرب فيها الاتحاد بسرعة بريغوين وبسرعة موسى ديابي وبتمركز كريم بنزيما بطريقة قوية وواضحة جدا. اما لو انت حابب تسقط الهلال وتضع الهلال تحت ضغط عالي وكبير جدا، اولا انك تبادل الهلال بعملية الهجوم. الهلال من الفرق اللي لو استقبل هدف بيحصل كده شوية لخبطة في الاوراق ومحتاج انه يعيد اوراقه مرة ثانية. لو انت رجعت وركنت الباص ودفعت الهلال راح يعوض الهدف بهدفين وثلاثة واربعة. اما لو انت احرزت هدف على الهلال واستمريت في عملية الضغط زي في مباراة اللي جمعت ما بين الاتحاد والهلال واللي انتهت اتحادية 3 أهداف في الشوط الأول، واللي قدم فيها الاتحاد مستوى مرعب وقوي جدا لما يستمر عليه في الشوط الثاني، لينزل خيسوس في الشوط الثاني ويغير طريقة وأسلوب لعب الهلال ويعطي مدرب الاتحاد جاياردو فرصة لخيسوس بسبب انه اكتفى بال3 أهداف، دافع امام الهلال ومن بعدها استقبل 4 أهداف لتنتهي بريمونتادا هلالية 4-3 لصالح نادي الزعيم الهلال اللي قدم فيها مستوى ومباراة قوية ومقنعة ومرعبة وجميلة وممتعة إلى حد كبير. فالهلال يا صديقي احرز عليه هدف، اضغط الهلال. مش هقول لك انك تجيب هدف واثنين وثلاثة واربعة وخمسة في الهلال، لان الهلال لن يستقبل هذه الاعداد من الاهداف، ولكن ما تعطيش فرصة للهلال انه بالمعنى الرياضي يركب المباراة ويمارس عليك الاستحواذ والضغط العالي. ده كل اللي اقدر اقوله قبل الكلاسيكو. المتعة فيه مضمونة والاثارة فيه مضمونة، جهز نفسك وجهز اعصابك وخليك كده ريلاكس، لاني فعلا كلاسيكو راح يوتر ويضغط اعصاب الاتحادية والهلالية. وصلنا للنهاية، لا تنسى انك تصلي على النبي وتضغط لايك وتشترك في القناة، وسلام.